ايه ويا رب تكونوا بخير. احنا النهارده معزومين عند حماتي، فهناخدكم بقى معانا اليوم النهارده ماشي ازاي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب رمضان سعيد عليكم يا رب. هناخدكم بقى اليوم بتاعنا ماشي ازاي، والعصاير بقى والجو العائلي والحاجات دي كلها. يلا بينا. انتوا شايفين بقى ده الديكور بتاع بيت مامتي اهو. مش فاكره زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى عشان ايه الاحفاد يعني، فايه والدتي حاطه الحاجات دي عشان ما تبهدلش الدنيا. ده محمد باي. بس احلى حاجه الاجواء اللي بتحصل كده في بيت الجدود، ان الواحد بيجي كده بيحس بالخير يعني. زي ما انتم شايفين بقى احنا جينا لقينا ايه الاحلى قطايف معموله. طبعا بقى يعني احنا كلنا لازم تبقى في ايه الزينه موجوده. ماما لازم ايه تخلي الحاجات بتاعت رمضان كلها، ودي بقى حاجات الخشاف اهو. دي بقى الطبق والحاجات دي، ودي السفره. كلنا هنبقى موجودين ان شاء الله على خير يا رب، متجمعين. تعالي بقى نشوف بقى ايه اللي موجود في المطبخ. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بقى معانا ورق عنب ما شاء الله. عندنا هنا كمان كرنب بسم الله ما شاء الله. ودي حله فلفل، وكمان لسان عصفور، وبسم الله ما شاء الله. كمان عندنا هنا طاجنين ياخدوا العقل من الباميه. دي غالبا حله الشوربه، كانت ماما سلقه شوربه سلقه لحمه. في هذه المرحله ايران لم تبدا في العمليه، ولكن ايران قامت بتوسيع هذه العمليه من خلال كنت بقى دخلت كده جوه بقى، كنا خلاص ابتدى المغرب، كان خلاص فاضل له حوالي 5 دقايق ويأذن. فبنغرف الحاجه، وهما انا مشهوره يعني بسلطات الزبادي والسلطات بصفه عامه، فقالوا لي بقى ايه نعمل سلطه الزبادي بالخيار. فبحب اعملها كده زي ما انتم شايفين، بشرت الخيار، وبعد كده رحت نازله عليه ب3 كوبايات من الزبادي، ورحت كمان بعد كده بروح جايبه نعناع ناشف واروح فرقاه عليه. زي ما انتم شايفين البصل اللي بيبقى موجود في اخر الحله بتاعه الورق العنب دي بتبقى تحفه. حط لايك واشتراك، انا تعبان. وهانيا طبعا لازم تقول لكم ان هي تعبانه والف سلامه عليها. كنا خلاص يعني حطينا كل حاجه، وحطينا مثلا الحاجه لو نقدر ان احنا نحفظ الحراره بتاعتها شويه نحفظها. وحبيت زي ما انا قلت لكم قبل ما ان احنا ندخل الحاجه بره على سفره، حبيت ان انا اوريها لكم ايه من قلب المطبخ. زي ما انا قلت لكم حاولت ان انا على قد ما اقدر اصور لكم كل حاجه في العزومه. وطبعا اكيد الواحد بعد ما بيخلص الاكل بيبقى بينتخ ومش قادر يعمل اي حاجه، فحبيت ان انا اخد كده الاجواء بتاعتنا. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يعود علينا دايما رمضان سنين وسنين لا تعد ولا تحصى بالخير واليمن والبركات يا رب. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. بص انا حاولت اصور لكم إيه اليوم على قد ما اقدر يعني. الحمد لله. عامل ايه يا عمر؟ اخبارك ايه؟ الفلوج بتاع النهارده ازيك يا ايوه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ ولاد اخواتي عمر ويارا جم، فايه كنت بسلم عليهم. زي ما انتم شايفين ما شاء الله السفره معانا.
خد يا عمر، خد البلح والبتاع دون والتمر. بقى سبتهم بقى يفتحوا بقية الحاجات. كنا عاملين مندي، كنا جايبين يعني فخده مسوينها بره بالمندي بالرز بتاعها عشان نقلل حتى يعني وقفة والدتي يعني في المطبخ. وكمان عملنا زي ما انتوا شفتوا معايا المحاشي والورق العنب. وهنا بقى ده طبقي المفضل اللي هو البصل اللي بيكون تحت الورق العنب زي ما انتوا شايفين معايا السفرة. بيحط عصير دلوقتي. يا عمر ده على فكرة ابن اختي، يعني هو ابن اختي بس تحسوا ان هو ايه كبير ما ينفعش.